في بداية البيزنس كده الواحد بياخد قرارات عشوائية، هو الفكرة ان مش اي حد يقدر يفتح بيزنس. بتدفع إيجار وكهرباء وإنترنت وسيستم وناس. ده حلم حياتي. كان في بلان بالموضوع، ناس قاعدة بتشتغل على مكن. بس بعد ما الديجيتال احتل هو والسوشيال ميديا صحيت وقعدت كده. لا انت واقفه في الاسم دلوقتي، لا اتكلمي عدل. احضر لك الغداء. بجد الناس بتنفست في السرقه، دي قماشة 2 متر بكام؟ ب 300 جنيه. وقد ايه الموضوع محتاج شجاعه جامده قوي. كبرت وبقيت بتديني مصروف. يعني الدماغ دي تفتح بيزنس. مين بقى اللي بيخلص الحاجة والفلوس دي بتيجي منين؟ ايوه كده، فوقي له اعملي كوبايه قهوه. فاهمة. بتصحي براحتك، مفيش الارم، مفيش اي حاجه، بصمه، مواعيد، مفيش خالص. قولي لي حسابك فيه كام مليون كده بامانه. هاتيلي بقى اللي قال كده وتعالي ونشوف بقى الموضوع ده بيقول ايه. خلينا نبدا في البدايه، عايزين نعرف مين هي انجي. كنت مدرسة لمدة 7 سنين. كنت بحب مجال التدريس جدا جدا والأطفال، وما كانش عندي أي مشكلة إن أنا أفضل أكمل طول حياتي فيه، بس حسيت في لحظة كده إنه لا، كفاية، أنا مش قادرة. بس ما حسيتيش ان انت عندك باشن ان انت عايزه تعملي حاجه لنفسك، ولا انت حسيتي ان الموضوع كله كده فاشل من person؟ ناحية التدريس نفسه ولا؟ يس. لا، كنت حاسة ان انا خلاص وصلت اصلا لمرحلة كويسة قوي. كنت اوريدي خلاص داخلة في مرحلة الدبلومة، بعمل حاجات كتيرة قوي في التدريس. اول ما خلصت الدبلومة من هنا حسيت ان انا مش عايزة اكمل، فدي كانت ساين اصلا ان انا لازم اسيب التدريس خالص. ايه المجال اللي انت فكرتي فيه لما تسيبي التدريس؟ كان في بلان بالموضوع، ولا انت دخلتي الموضوع ازاي؟ يعني خشي في البدايه كده بتاعه البيزنس بتاعك، الفكره، طب اشمعنى فكرتي فيها؟ طب احكي لنا تفاصيل اكتر. هو كان في حاجة من زمان ان انا طول عمري متخيلة ان انا لما هكبر هيبقى عندي مصنع، مش شركة، ناس قاعدة بتشتغل على مكن. انا هوايتي من زمان ان انا اقعد افصل على مكنة، ده حلم حياتي. انا ماليش في الديزاين قوي، مش بعرف ارسم حاجة، بس انا بعرف اخيط كويس قوي على المكنة. انا هوايتي لما اكون مخنوقة انزل اتمشى في شوارع اللي بتبيع قماش، بحس ان انا كده تمام. اما اتفرج على قماش كتير واقعد اتخيل شكل القماشة دي لما تتفصل هيبقى شكلها عامل ازاي على حد لابسها. ولما انت فكرتي في البيزنس ده بقى، ايه بقى البادجت بتاعتك؟ وابتديتي البيزنس بكام؟ ورث ولا عملتي ايه بالظبط؟ يعني احكي لنا التفاصيل اختلاس. الاول. 1250. بداية البيزنس. ايوه، ده ده بكل بالضريبة ولا من حاجه. غير؟ هنشيل الضريبه على جنب. لا لا، كل حاجه كانت 1250. ما كانش مترتب لها، هي حصلت في يوم وليله. حصل كلاش في الشغل، ما كنتش مجهزه، مشيت من شغلي، روحت البيت تاني يوم سحبت الفلوس دي، كانت موجوده اوريدي، كانت سيفنج كده، سحبتها ونزلت. الموضوع كان في بالي بقاله سنه مثلا، انا عايزه ادخل الحته دي، بس ما كانش في دافع قوي قوي يخليني انزل اعمل كده. طب وتفتكري لو ما كانش حصلت المشكلة دي في الشغل، ما كنتيش هتضطري انك تعملي كده، ولا انت كده كده كنت كنت هاخدها على المدى البعيد قوي براحتي، ما كانش هيبقى فيه بوش قوية قوي كده. فكرة انك تسيبي شغلك مرة واحدة وانتي مش عارفة ايه اللي جاي، اتخضيت، مش بس انت عايزة عارفة تاني. ان اكتر حاجة الناس بتخاف منها فكرة ان انا هفتح بروجكت ويا ترى هينجح ولا لا. طب انا هسيب شغلي الثابت المرتب اللي باخده اخر الشهر واخش بقى في معاناة الموظفين مم. والناس، ويا ترى هعرف اعمل ده ولا لا؟ فبحسها خطوة جريئة، خطوة جريئة ان ايوه، حد يفكر في حاجة زي كده. هو الفكرة ان مش اي حد يقدر يفتح بيزنس. لازم حد يبقى ايه، تمام، لو هفشل شوية وبعد كده هنجح، وممكن يفشل كله. يعني انتي داخلة ومش عارفة انتي هتطلعي منها ازاي، ومش عارفة البروسيس بتاعتها ايه، فعايزة حد يبقى قلبه جامد شوية، مش فارق معاه مفيش التزامات مادية ممكن تخليكي تشتغلي في مكان 8 ساعات. فده اللي بيخلي الشخص لا خلاص تمام، انا هاخد الريسك ده وهشوف هنوصل لايه. دايما بفكر في حتة ان انتي كان ليكي اسم للبراند بتاعك، وبعد كده ابتديتي بيه، وبعد كده غيرتيه. فكنت عايزة اعرف ليه زافور وليه ماري، وليه عملتي اصلا فكرة الريبراندنج بعد فترة ما اشتغلتي. كان في بالي 4 ايتمز هيدخلوا في زافور، عشان كده اتسمت زافور، واسمها كشركه حلوه قوي. بعد ما بدانا بقى لاين 2، لما نزلت البازار الناس ما كانتش فاهمه ايه زافور ده، كل يجي يقول لي انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتبيعوا ايه، فكانت شويه مش لايقه على اللي احنا بنعمله دلوقتي. بس فقررت ان انا اعمل ريبراندنج من وقتها. طب وليه بقى ماري؟ ماري بقى حاجة ايموشنال اكتر، حاجات بناتي شوية، هي اصلا معناها حاجة ريليتد بالبحر والحاجات دي. فكان في بالي ان احنا قدام شوية ان شاء الله هندخل حاجة ريليتد بالصيف، سواء كيدز او حاجات كبار هتبقى ريليتد بالصيف اكتر ان شاء الله. انا دايما بلاقي الناس بتاخد قرارات، وخاصة لو هي مش experienced في مجال البيزنس او لسه داخله فيه جديد. في بدايه البيزنس كده الواحد بياخد قرارات عشوائيه. فاحكي لنا بقى عن اكتر قرار انتي اخدتيه، وانتي القرار ده يعني بهدل الدنيا بس اتاخد.
اول قرار خدته عشوائي، اتعرض عليا من مكان هو كونسبت ستور موجود دلوقتي، تعالي وناخد سكشن في المكان، وادوني اوفر كده كويس وانا وافقت عليه في وقت صعب جدا جدا جدا. انا كنت لسه في الاول قوي، ما كنتش اقدر اتحمل ده اصلا، بس قلت واي نوت هجرب، وجربت وكانت اكتر تجربه سيئه في العالم. تحب تحكي السيئات بتاعتها برضو؟ عشان يعني دي تبقى لكل الناس اللي بتبدأ بيزنس جديد عرض عليهم في المستقبل ياخدوه بعد شوية ما البيزنس يشتغل، ولا اصلا القرار ده من الاول بلاش منه؟ يعني انا عايزاكي توضحي للناس اكتر عشان الناس تبقى فاهمة ده او ما تاخدش نفس المشكلة او نفس الغلطة. فكرة ان يكون ليكي ستور في مكان ومكان كويس ومعروف، دي حاجة حلوة قوي. احنا لما بندخل اي ستور في اي مول اكيد ايجاره رقم كبير جدا، ففكرة ان حد يديكي اوفر انك تدفعي رقم وتاخدي سيكشن في الكونسبت ستور بتاعهم، دي فكرة عبقرية بالنسبة لي. بس مش في الاول، انت في الاول لما يكون معاكي جنيه زيادة هتنفستي في الايتمز اللي عندك، تدخلي حاجة جديدة عندك هي مش موجودة اصلا في الستور، بحيث انها تزودك في المبيعات بتاعتك. ما تروحيش تحطيها في مكان انت لسه في الاول قوي. انا كان لسه بقالي كام شهر تقريبا، فلا انا ما انصحش بده. احنا هناخدها لما نبقى ثابتين اكتر، عرفنا ان احنا هنكون موجودين، نعدي 3-4 سنين من البيزنس بتاعنا، بعد كده نبدا نشوف موضوع الستور ايه. اصل الفكره ان زمان كان مفيش اصلا بيزنس بيبدا غير بستور، يعني اول حاجه تعالى نعملها الستور. بس بعد ما الديجيتال احتل هو والسوشيال ميديا، فبقى اي حد يقدر يفتح اي بروجكت من وهو قاعد في البيت كبيج، ويبدا ان هو يبيع عليها ويعمل ستور اونلاين والناس تشتري. فانا ان جنرال ما بحبسش ابدا خطوه ان حد يشتري حاجه اوفلاين ويدفع ايجار وكهرباء وانترنت وسيستم وناس والكلام ده كله. بالظبط. بس بلاقي ناس بتعمل خطوه زي دي في البدايه، وفي أوكي. ناس بتقدر عليها وناس تانية لا. فالكونسبت نفسه بحسه ان هو مش دايما بيشتغل، وخاصه لو في الاول. بصي، من خبرتي في السنتين دول، في ناس لسه بتحب تشتري اوفلاين قوي وعندها مشكله مع الاونلاين عنيفه. هو برضو مشكله من الاماكن الموجوده اونلاين انها بتعمل كوارث شويه، فالناس لسه عندها انا خايف اشتري حاجه اونلاين، فعايزين يشتروا بطريقه الاوفلاين. بس انا عايزه اضمن حقي، اللي هو انا هشوف المنتج بتاعك، لو ما عجبنيش خلاص انا هدفع فلوس الشحن وهرجعه تاني. هي حاجه مهمه، بس مش في الاول لاي حد بادئ اونلاين. ليه ادفع بادجت كبيره قوي في مكان انا مش عارفه هو هينجح ولا لا؟ الاونلاين خسايره اقل شويه. اكيد طبعا. وانتي بتاخدي اي ستيب عامه في البيزنس بتاعك اكيد بتاخدي اراء الناس، وفي ناس بتتدخل من غير ما تقولي لها ارائها. فما تحكي لي كده ايه اكتر كلمه بتعصبك من حد بره البيزنس لما يجي يقولها لك؟ هو موضوعي ممكن يبقى شخصي شويه، ان انا شخصيتي ما بتخليش حد يتدخل قوي، بس ممكن ناس قريبين قوي اللي هو ايه، طب ما تجيبي حد يعمل كذا، بيحاولوا يقولوا حاجات انا اعملها، طب ما تيجوا تاخدوا مكاني، تعالوا انتوا شغلوها يا جماعه. طب ليه ما بتاخدهاش نصيحه؟ يعني ممكن حد ينصحك وترمي النصيحه عادي، بس في كلمات معينه كده بتحسي ان الشخص انت لا، انت محتاج تقعد تذاكر بقى وتيجي بقى تقعد مكاني وتاخد القرار. مره حد قال لي انا شايف انك بتبيعي الحاجه دي غاليه قوي، ليه ملايه سرير تبقى ب 800 جنيه؟ ده ايام ما كانت ب 800 جنيه. اصلا. ايوه. طب والرد؟ ولا تحبي تحتفظي بيه لنفسك دي؟ اه. عادي جدا لو انت حابه ده، ايوه عادي ايوه. نعملها لنفسك. لا استغربت قوي، اللي هو ليه مريت معايا بالبروسيس كلها عشان تعرف ليه الملايه ب 800 جنيه. طب وهل في لحظة حسيتي ان انتي في وسط الجيرني بتاعتك ان انا لا، انا هقفل كل حاجة ومش عايزة اكمل واخش امبارح انام؟ امبارح. امبارح يعني الحمد لله الحمد لله في ضغط اليومين دول، احنا في سيزون والدنيا كبرت ومفيش موظفين، فبتبقي كل حاجه انت حسابات، انت بتشتغلي مكان الموظف، لو ينفع تبقي صنايعي برضو عندك الاوبشن ده، هتعملي كده. هو فانت مدرس بتبقي فرنساوي لحد ما يلاقوا مدرس فرنساوي. بالظبط، هو ده نفس الإفيه ده كان ينطبق عليا اليومين دول. يعني داخله في اسبوعين اهو بعمل كل حاجه 10 في واحد. بحس كتير قوي ان للاسف الواحد لو عنده بيزنس، الناس دايما بتنسى الفكره بتاعت ان انت مضطر كده كده تعمل الحاجه، مفيش اوبشنز. فمعاك ناس او مش معاك ناس، انت لازم ترمي نفسك في الموضوع وانزل كده وايه وشوف الدنيا هتمشي ازاي. مش في اغلب الوقت، هو دايما الدنيا ما بتمشيش زي ما انت عايز، لازم تبقى خالص. متقبل ده. لا خالص، هي متغيرة، يوم هتمشي زي ما انت عايزة ومتوقعة و10 تانيين لأ. بس انت في كل الأحوال لازم يبقى عندك رضا ولا مبالاة شوية أكتر من الرضا، ان تمام هي فترة وهتعدي أيا كان بقى شكلها عامل ازاي. لو انت بقى ما عندكيش الرضا وما عندكيش القبول وما عندكيش اللامبالاة انك هتعدي الفترة دي، يبقى فيكس ما نعملش كده اصلا. خلينا نخش بقى على اكتر سؤال انا اكسايتد ان اساله لك انتي بالاخص. ليه؟ يعني عشان انا عارفه حواراتك في الحاجات دي، قابلتي ناس كتير مختلفه. عامه Clients أكيد. البيزنس بالظبط البيزنس بيخليك تقابل ناس كتير وتحتك بناس كتير وتتكلم معاهم وتخش في حياتهم الشخصيه. فعايزاكي كده تحكي لي بالراحه عن اكتر كلاينت تكلمك وعصبك. انا مش هكدب عليكي، انا كل يوم بتعصب عادي، بس اكتر حد يعني حسيت ان
ان انا اتشديت كده شويه، لان انا ما كنتش عارفه اخد راحتي في الرد. برضه شويه بتبقي عايز تحافظي على شكل المكان بتاعك، يعني ما تاخديش الموضوع شخصي، فلازم تبقي انت الشركه. فانا مديه فيس الشركه دلوقتي، انا مش انجي. فيها واحده تقريبا كلاينت كده من شهرين عملت اوردر على الويب سايت، واحنا كاتبين كل الديتيلز ان احنا بنبيع كذا وبنعمل كذا وكل حاجه. كان الاماونت بتاعها تقريبا 2000 جنيه. فجأت بمسج على الواتساب انا الاوردر وصلني ناقص. رجعت معاها الاوردر مش ناقص، هي طالبه 2 ايتمز. لا هم المفروض استلم 4 ايتمز، لا مش المفروض. فرجعنا للاوردر، حاولت افهمها، قالت لي انت عايزاني ادفع 2000 جنيه في ملايتين؟ يمين شمال حاولت افهمها، ما اقتنعتش. فبدات ترمي بلا بقى ان احنا سرقناها، وانها عامله اوردر من فتره، وان هي حولت لنا الفلوس اونلاين اصلا واحنا ما بعتناش الايتمز دي. تاني يوم الصبح في رقم مكتوب عليه مش عارفه الرائد ايه كده، شتايم بقى كتير. انا هعرف اخد حقي منك، ولازم تحولي المبلغ بتاع الحاجه اللي انتي ما بعتيهاش. في بقى رمي بلا كتير قوي، اللي هو طب ستوب بقى يا جماعه، انا هصحى. انا صحيت واقفه في صحيت الاسم. وقعدت كده. لا انت واقفه في الاسم دلوقتي، لا اتكلمي عدل. اتصلت بحد من صحابي، هو اوريدي في الماركت بقاله فوق ال10 سنين يعني. حصل كذا كذا كذا، وانا مش عارفه سويتش بقى شخصيه البيزنس وابدا بقى بشخصيتي الطبيعيه ولا اعمل ايه. لا الموضوع سو سيمبل قوي، انتي هتردي عليها ولا لو في اي مشكله حمايه المستهلك بس. وفعلا رديت عليها وقلت لها لو في اي مشكله تقدري تروحي لحمايه المستهلك. هي الغريب انها كملت وانا هوريكي يا حمايه المستهلك، وانا هعمل، وانا مش عارف ايه، وانا عارفه بيتك فين وهجيبك وكل القصص دي. بس بصراحه بعدها ما اتهزتش قوي يعني. بعتت لي بعدها 4-5 بيعملوا نفس الايتمز على الويب سايت، على اساس انا مش عارف ان هي دي، باسماء مختلفه بقى، بايميلز مختلفه، وكل مره كنت بكنسل الاوردرز دي. بجد الناس بتنفست في السرقه، بتنفست، اه بتتعب نفسها لا، في يعني ناس عندها مش قابليه انها تاخد منك الحاجه ما تدفعش فلوسها دي. ده انا بقى اللي مستغرباه بجد. يعني الدماغ دي تفتح بيزنس، كانت تفتح بيزنس وتكسب منه اسهل بكتير من السرقه اللي هي شغاله فيها لا يعني. لا دماغ متكلفه يعني. لا صعبين فعلا. وما فيش حد بيكلف نفسه دقيقة يقرا هو بيشتري ايه. عايزه اعرف ايه اغلى اوردر. عارفه انت لما المشاهير يتسالوا اللي هو اجرك في المسلسل ده كان كام، وتقول لك مش عايزه اقول رقم. انت ايه اكبر اوردر حد عمله وجالك وانت حسيتي ان ايه ده، الرقم ده بجد ولا لا، وهو ده فيك اوردر وكنت اكسايتد قوي؟ هي حاجة كوميدية شوية. كان أول يوم للويب سايت لايف، تمام. شوفي وشها نور ازاي. لا أنا افتكرت الموقف في نفس اللحظة. قد ايه أنا غبية. هو مقارنة وقتها ما اتعمل الاوردر بدلوقتي، هو مش اغلى حاجة. رياكشن بتاع وقت الاوردر ده كان غريب جدا. كان اول يوم للويب سايت لايف، ولقيت ان في كلاينت عامله اوردر ب 8000 جنيه. قلت ايه الهبل ده، اكيد لا طبعا. رحت مكنسله الاوردر اوتوماتيك، ما رجعتلهاش. بعد كده لقيتها بعتلي انستجرام تقول لي هو انا ممكن اعرف ليه الاوردر بتاعي اتكنسل؟ فانا ما كانش عندي رد. عايزه اقول لها اللي هو مش متخيله هو ممكن انت حد بجد؟ يعمل اوردر ده. بقول لك هو انت بجد؟ هتدفعي ال 8000 دلوقتي؟ واتكلمنا وعملنا الاوردر. بس طبعا في ارقام تانية اكبر من ال 8000. بس بس طبعا هي اللحظه نفسها ان هو انت لسه بالظبط. بتلونشي الويب سايت وانت حاسه ان برضه ستيل ايه ده، انا طبعا حد يرضى يعمل اوردر على الويب سايت ببرايس حلو، خاصه اصلا ان في ناس تحس ان الاوردر لو غالي طب انا هشتريه عن طريق مسجات او هستنى اشوفه، مش هخش اعمل اوردر كده من على الويب سايت كده وانا مش واخد بالي او مش ده عارف حقيقي. المكان وخلاص. ففعلا هي بتبقى حاجه لذيذه. خلي بالك برضه عشان احنا بنقدم حاجه مش موجوده عند اي حد. يا ولا. ده كده كده، ده كده كده. انا بحب فكره ان زي ما هتلاقي ناس ممكن تديكي حاجات سلبيه وهتزهقك، وللاسف دول كتار قوي. قصادهم لو مسج واحده حلوه ممكن تخليكي تكملي حبه حلوين، ده اكتر من كل السلبيات اللي ممكن تيجي للواحد. بس متهيالي السلبيات ما بتبقاش كلاينتس بس، انا عايزه اعرف سلبيات شركه الشحن والمناديب الحلوه كده اللي انا بقعد اسمعها من الكلاينتس اللي ما بتخلصش. بصي شركه الشحن عباره عن كارثه انت ما عندكيش حل ليها، ومش هتتحل الا لو انت عندك شركه شحن بتاعتك. انا لسه اول امبارح 6 مرتجعات. ليه؟ عشان المندوب اتصل بالعميل ما ردش عليه، فقرر ان هو يكنسل الاوردر اصلا ويرجعه لي تاني عشان هو مش عايز يروح المكان تاني. وات ايفر بقى اسبابه ايه بقى، مصدع، صايم، احنا في رمضان، كل سنه وانت طيبه، بعد العيد، قررت الغي لك الاوردر ده. شركات الشحن اسوأ مما تتخيلي في مصر. حتى احسن الشركات المعروفه فهي سيئه فوق ما تتخيلي، وبتدفعي كتير مش بتدفعي قليل. بس باحس إن إحنا في مصر عامةً المشكلة ممكن ما تحصلش من الشركة بتحط system حلو وتعمل interviews للناس كل حاجة، بس في الآخر زي ما أنتِ قُلتِ ممكن تلاقي واحد أصل أنا مش جاي لي مزاج أسلِّم النهارده، أصل أنا في حد معكنن عليَّ. بصي لو في حد انا برجع له بيحاسبني على شغلي النهارده، يبقى انا هعمل شغلي كويس قوي. لو برجع لحد بيقول لي انت عملت ايه، سلمت اوردراتك النهارده او لا، اقول سلمت او ما سلمتش، هيبقى في حاجه مختلفه عن اللي بيحصل دلوقتي. لكن انا شايفه ان لا،
يعني الموضوع سيء سيء جدا، والمناديب اختيارهم مش افضل حاجه. انا اسمع بصراحه من بزنس اونرز كتير بتكلم معاهم ان مناديب نفسهم ليهم مواقف بتبقى غريبه. احكي يعني لك. موقف احكي لي. احكي احكي لي. لا، كان في حد يعني انا حسيت ان هو عايش معايا قصه حب من طرف واحد اكيد يعني. بجد لا لا، هو كان بيجي يستلم الاوردرز، في مره كده قال لي انا قلت اكلمك بس عشان تبقي فايقه وانت بتسلميني الشغل. ايوه كده، فوقي له اعملي كوبايه قهوه فاهمه؟ احضر بتعملي لك نواشف. الغدا. كتير قوي يكلمني يقول لي بصي انا هروح اقعد على القهوه اخلص واجي استلم منك الشغل. حاسه ان احنا علاقتنا تطورت، ما بقتش شغل بس، انا بقيت اعرف حياتك بيحصل فيها ايه. انت بتصحيني من النوم عشان تيجي تستلم الشغل. ده تقعد على القهوه الساعه كام؟ ده حقيقي، يعني الموضوع كان رايح في حته وحشه قوي. بصي هي فعلا الموضوع ده بيبقى كده، بس على فكره لو قعدتي مع ناس بتستلم برضه ستيل، انا نفسي لما بستلم اوردرات بيبقى ليا قصص تانية اصلا مع الناس، فانت الموضوع فعلا بيبقى من الطرفين، يعني الطرفين بيبقوا بيعيشوا نفس المعاناه دي، بس كل واحد الموضوع بشكل مختلف. بصي ما اعرفش، بس حاسه ان لا، يعني الموضوع مش كده. اصل انا بسلم من مكانين، يعني في مكان تاني انا بسلم منه الشغل، فالموضوع صباح الخير الشغل اهو خلاص تمام، حضرتك استلمت من حضرتك قد كده، ما حدش بيقول لي انا بصحيكي من النوم عشان اجي استلم الشغل، ما فيش الكلام ده يعني. فوقي فوقي كده عشان انا جاي استلم منك الشغل. شوي كده صحصحي اعملي كوبايه قهوه كده. خلينا نتكلم عن البيزنس اكتر. فكنت عايزه اعرف انتي ابتديتي البيزنس بتاعك ازاي؟ في ناس بتقعد مثلا تقول لك انا بنزل اشتري قماش من كذا وبنزل الف في مكان مش عارفه ايه والكلام ده كله، فانتي اللي ابتديتي البيزنس اصلا بتاعك ازاي؟ انا مامتي دايما كانت بتحط لنا ملايات عليها حاجات كتير. انا عندي مشكله ما بعرفش انام على ملايه اصلا عليها الوان كتير، بحس انا مش عارفه انام. فكان من هنا انا عايزه انام على حاجه بلين، مش عايزه ميكي ماوس. لحد ما بقى عندي بيتي فبدات انزل اجيب حاجات اللي انا عايزاها بقى ذوقي. وما بدات حسيت ان انا عايزه اعمل شيتس بتاعت الاطفال مش بتاعت الكبير. الكبير ده بعد ما نقلت بيتي، ولحد دلوقتي يعني انا بحب الكيدز اكتر، عشان اي ام بتبقى عايزه تشتري لابنها. بس عامه اي اه تارجت امهات يكسب. يعني الحمد لله. يكسب. خليكي في الامهات. طول ما انا اي اي بيزنس بيجي لي بجد بيتارجت الامهات انا وشي بينور. ايوه، بتبقي حاسه انك تارجت تك تمام، تك كده. ما هجيب بتفكرش لك لحظه. بجد مش ممكن، ايوه وهي قاعده شغاله وايه ايوه، وصباح الفل. ياسين بيحب لا الديناصور. بتنيمه وتفضل قاعده. ايوه تنيمه وتفضل قاعده، اه فاهمه؟ فبحس ان هو من اسهل التارجت ان الامهات تشتري وبتنفست، لان بيبقى معاها كمان مصروف بيت حلو كده، اه فبتبقى برضه يعني فاهمه الديسيشن ميكر، ده حقيقي. فالموضوع ده بينجز. حقيقي. انا مره كلاينت قالت لي ثواني ثواني هخلي جوزي يحول لك دلوقتي الفلوس. بجد يعني حول. ايوه. مفيش نص ساعه كان حول الفلوس على طول. لا ما لذيذ والله، بس بحس بس ان البيزنسز اللي فيها حاجات كاستمايز بتبقى فيها صعوبة شوية في بعض الحاجات زي التسعير. فانت مثلا حتة البرايسنج دي انت ازاي بتعرفي تظبطيها، وخاصة في الحاجات الكاستمايز؟ مثلا حاجة ناس كتير بتبيعها فانت تقدري تقارني ما بينك وما بين الكومبيتيتورز، لا ده الناس طالبين حاجة معينة. في الاول الموضوع ده كان ضايع شويه بالنسبه لي، ما كنتش عارفه اعملها ازاي. مع الوقت اتعلمت ازاي ان انا اعمل برايسنج للشيت. انتي بتحسبيها، يعني هي بيبقى ليها حسبه معينه كده. طبعا في الماركت في ناس اسعارهم قريبه لاسعارك، بس بيبقى في اختلاف في حاجات. انتي بتقدمي حاجه مختلفه عن اللي هم بيقدموها، فدايما بتبقي في نفس الحته بس انتي مميزه نفسك في حاجه معينه. فانتي من هنا بقى بتبداي البرايسنج بتاعك، شكل البيج بتاعتك عامله ازاي، الكونتنت اللي انتي بتقدميه شكله عامل ازاي، في حاجات تختلف. هي دي بقى اللي ايه بتخليكي تلعبي على البرايسنج بتاعك. الباكجينج عامل ازاي. انا بحس ان في للاسف ناس كتير قوي ما بتبقاش فاهمه البوينت دي، فكره ان البراندنج والباكجينج بجد من الحاجات اللي ممكن تخليك تعلي البرايس بتاعك قوي. يعني انا لو في بالظبط. كلاينت جاي بيقول لي انا عايز اخلي البرايس بتاعي اعلى شويه، اقول له مهم. حسن باكجينج وشوف البراند بتاعك، لو محتاج اي حاجه اعمله براندنج بس مش بالظبط. اكتر، عشان انت لازم ان الناس تحس ان انت كواليتي عاليه من اول ما يشوفوا اللوجو ده بتاعك، حقيقي. البيج بتاعتك، كل حاجه، التصوير، بكل حاجه. اعمل كل حاجه بروفيشنال وغلي السعر براحتك، مش لازم تعمل اي حاجه تانية، ده انا مش طالبه حقيقي. منك اي حاجه ده تانية. حقيقي. أنا الحمد لله دايما في كومنت كده بيجي اول ما الكلاينت بيستلم، انا عايزين نعرف انتي حاطه ايه في الملايه عشان ريحتها حلوه قوي. ده كومنت بيجي لي من كل الكلاينتس تقريبا. بجد التاتشات الصغيره دي مهم. انتي مش فاهمه بتفرق تفرق ازاي. جدا. مش عايزه برضو يعني اقول اسم البراند، بس مم. انا في مره كان اشتريت من براند كبير، وبعد ما جات لي الاوردر لقيته حاطه جوه كيس كده كأن لونه اسود كده ما فيهوش كده، إيه في مع ايه. ان الكواليتي جوه كويسه جدا. انا بجد كنت حقيقي ضايقت، وبعدين البرودكت عجبني بعد ما استخدمته، اه فكنت عايزه اشتري لمامتي، اشتريته عليا وشيلته من الباكجينج وحطيته في حاجه تانية لمجرد ان انا مكسوفه حتى اجيبها لماما. اقول ماما خدي بصي يا ماما. انا داخله عليكي، خد يا ماما كيس البتاع ده. لحمه. ايوه ايه رايك؟ هي اصلا ما كانتش هتاخده مني بتهيألي. اوكي. فزعلت قوي ان في حاجه مشهوره وبراند كبير وناس كتير بتشتري منه وعاملين كواليتي حلوه مهم. وبرودكت جديد، وفي الاخر ايه؟ باكجينج
في ناس كتير بتضيع المجهود بتاعها اللي حطاه كله في البراند كله عشان خاطر الباكجينج. ده حقيقي، انا بحس كده، بحس ان اه هما بيبقوا فاكرين ان ده رفاهيه، بس هو لا ده مش مش رفاهية رفاهيه خالص، خالص. مش رفاهية خالص. انا ممكن بجد يبقى البرودكت اللي جايلي يقرف، بس بشوف الباكجينج بتاعه انا تمام خلاص. انت عارفه في ناس كمان بتفكر مؤخرا في فكره ان الباكجينج يبقى ريوز، اه الناس تعرف تستخدمه ايوه تاني، طبعا انا عاملاه بتبقى حاجه حلوه تحفة جدا. خطير، انا اللي هي بتاخد الملاية بالكيس بتاعها بتغسلها وتحطها في الكيس اللي انا بعتها معاها اصلا، هو كيس بالظبط. قماش من نفس شكل الملاية او بيبقى بلين، بتاخده تغسل الملاية وتحطه تاني في الدولاب عشان ما تقعدش تدور على كيس المخدة فين والملاية فين، بيبقى متجمع كله بعد ما بتغسلها في الدولاب. بتبسط قوي من الناس اللي بتفكر التفكير ده، مش كل الناس للاسف بتعرف تفكر التفكير ده. بصي انا اشتريت من مكان معروف قوي وعامل هايب خطيره، يعني بقاله سنه تقريبا، اشتريت منه حاجه من فتره كده. طبعا انا عارفه تكلفه الحاجه اللي انا اشتريتها دي ايه، هي لا تتعدى 100 جنيه. انا كنت مشتريها بكام؟ 650 جنيه. ليه؟ عشان محطوطه في بوكس. تصدقي انت لفتي نظري لحاجه، احساس ان انت تبقى عارف الحاجه اتصنعت وحش بكام قوي. وحش. ده بقى نعيم وحش. الجهل بقى، فاهمه؟ ان انت ما تبقاش عارف الحاجه دي اتصنعت بكام يا وتدفع فيها نهار كده لوكال ابيض. براند، ادفع 1000 2000 وانت بالظبط مبسوط بس. بالظبط. بنزل في جحيم مكان العلم معين بقى. كده، بنزل بازار معروف، الاسعار غريب. في ايه يا جماعه؟ عادي دي قماشه 2 متر بكام؟ ب 300 جنيه. ايه ال 2500 جنيه اللي محطوطه على السعر دي؟ يعني انا دلوقتي بقيت عارفه شويه فبقول اوكي، بس في افوره في الاسعار برضو مريبه يعني. حاجه من الحاجات اللي الناس برضو بتستصعبها قوي كبزنس اونر، فكره البيرسونال براندنج. مؤخرا ما بحسش الموضوع رفاهيه، برضو ستيل في بزنسز قايمه على فكره ان الشخص ما بيظهرش خالص، بس كحد يظهر بتدي ايمج مختلف شويه للبراند وممكن تخلي الناس تثق فيكي اكتر. مؤخرا انت فتحتي البيج بتاعتك خليتيها بابليك، بس ما بحسكيش برضو مع الفكره، في حته كده برضو ايه اللي هو لا. انا بحب البرايفت لايف جدا، انا بحب حياتي بتاعتي انا مش بتاعه الشغل. يعني على البيج نفسها لا عادي بظهر، والناس عارفه ان دي بتاعه انجي، بدليل ان هم ما بيدخلوا يتكلموا او يعملوا اوردر بحس هم بيكلموني انا عادي، حتى لو انا مش برد بس عارفه ان هم بيكلموني انا. تحسي ان هو الشخص داخل عارف ان هو بيكلم الشخصيه اللي بتتكلم في الفيديوز دي، مش حد مجهول. في بداية الابيسود اتكلمنا عن فكرة ان انتي تنامي براحتك وبتصحي براحتك ومفيش الارم. طب ما تحكي لنا كده طبيعة يوم اي بزنس اونر تبقى ماشية ازاي؟ حتة المسكونسبت عند الناس ان فكرة ان انا كبزنس اونر انا بقوم الساعة 1 الظهر بقى وانا مش في دماغي، بصحى الاقي كل حاجة خلصانة واطمن على حسابي في البنك فاهمة في قد ايه. مين بقى اللي بيخلص الحاجه والفلوس دي بتيجي منين؟ بالظبط بقى، انا عايزاكي تحكي لي كده سيمبلي عن يومك. انتي مثلا ممكن تكوني بتصحي الساعة كام؟ تبدأي يومك ازاي؟ المصنع، اللف، الحاجات دي كلها. بقالي سنتين ما بنامش كويس. ليه؟ ده من بداية البيزنس. من بداية البيزنس انا بصحى كل نص ساعة اشوف في مم. مشاكل جت من الاوردرات اللي راحت او لا، مشاكل التصنيع، بشوف الشغل اللي انا محتاجاه خلص او لا. كل شوية بصحى بطمن على الشغل، ما هو انت مم. مفيش حد بيعمل اللي انت بتعمليه، حتى لو في حد بيعمل ده فانت لازم تكوني جوه الموضوع برضو، مش هتسيبي الناس بتشتغل كده من دماغها، لازم تبقي متابعة. انت بتفقدي حياتك الشخصية وصحابك واهلك وكل ده، وبيتبقى بجد الناس اللي بتحبك قوي قوي اللي مستحمله نظام حياتك الجديد، عشان انتي ما بتكونيش انتي كل حاجه بتتغير. فكره بقى لا هنعمل بالانس ولا مش، ما فيش الكلام ده. انتي دخلتي في البيزنس انتي بتاعته لحد ما يقف على رجله. فكره ان انا بقى انام واصحى لا ما فيش الكلام ده. انا بقالي اسبوعين انا نفسي انام 8 ساعات على بعض. انا من امبارح للنهارده نايمه 5 الفجر وصاحيه 9 الصبح عشان كان في مشكله في الشغل. هل بعدها عرفت انام؟ طبعا لا، كملت بقيه اليوم عادي. ما انت هتكملي بقيه اليوم عادي عشان في شغل، احنا شغالين عادي. يعني حقيقي بحس في بعض الأحيان إن الناس بتبقى عايزة تفكر انديب شوية في حتة البيزنس، لأن الناس بتبقى فاكرة الموضوع سهل، وخاصة إن أنا لما بنزل أي حاجة على البيج بتاعتي ريليتد للبيزنس بحس الناس تفاصيل، عايزة أبدأ مشروع، عايزة أبدأ مشروع. وفي ناس كتير جدا بتكلمني إن هي عايزة تبدأ مشروع وفي الآخر هم فاكرين إنها بيج أونلاين وخلاص، مش عارفين كم المصايب والمشاكل والمرمطة اللي الشخص بيتعرض لها، وقد إيه الموضوع محتاج شجاعة جامدة قوي إن أنت اي تاخد خطوة زي دي. محتاج تفضي نفسك ليه، لان زي ما قلت لك هو بيبي، وانتي بتشوفي هو محتاج ايه، بتعلميه كل حاجه وبتوفري له كل حاجه محتاجها، وكل جنيه بيجيبه البيزنس هو بيتصرف عليه مش بتاعنا احنا. عشان بس في مفهوم غلط كده شويه ان اي فلوس بتيجي من البيزنس هي بتاعتك، لا هي مش بتاعتي. هو جاب الفلوس دي عشان هتروح له في الاخر عشان انفست فيه عشان هو يكبر، لكن انا لو ما حطيتش الجنيه اللي هو بيطلعه دوت وخدت
علاقته ليا انا يا هيفشل يا هيفضل واقف مكانه، وفي الحالتين ده فشل. هو في اصلا statistics بتقول ان 90% من البيزنس بيقفل مم. بسبب ان البيزنس اونر بيبقى فاكر ان اي فلوس داخله دي مصروفه، مع ان انت المفروض تدي نفسك سالري زيك زي مرتب. كل الموظفين، بالظبط. تاخده كده اول الشهر كده وتتبسط بيه كده، عشان انت لو ما حطيتش فلوس البيزنس في البيزنس عمر ما البيزنس يكبر، عمرك ما هتعين ناس، عمر ما الدنيا هتمشي، الدنيا فعلا هتكون مش ده احسن حقيقي. حاجه. انا لسه يعني بدات اخد سالري من الشغل من 3 شهور، وكان يعني بالنسبه لي اللي هو رقم لا يذكر، بس كان بالنسبه لي انا يا اخيرا نهار ابيض ايه ده انت اخيرا كبرت وبقيت بتديني مصروف. هو ده أيوة. كان احساسي فعلا، لكن قبل كده لا، انا طول الوقت ستريس غريب، ننجز بقى خلاص مش قادره. بصي، هو فكرة البودكاست ده ان احنا كنا حابين ان احنا ندي الناس تبس عن البيزنس على شكل بايتس، فانت بتاخد المعلومة اللي ريليتد للبيزنس بتاعك او البيزنس اللي انت هتفتحه بس بصورة سيمبل ولذيذة. فانا عايزة منك نصيحة كده تقدميها للناس في اخر الابيسود بتاعتنا، حاجة احنا ما قلناهاش انت حابة تنصحي بيها الناس اللي بيفكر يفتح بيزنس سواء شبه بتاعك او هيسيب شغله وهيبدأ في البيزنس، حاجة توتالي كده تسمرايز الجورني بتاعته. لو حد بيفكر يفتح بيزنس لازم يبقى مذاكر الموضوع كويس قوي، دي اول حاجه. لو هتفتح بيزنس وعندك مسؤوليات، خلص مسؤولياتك الاول بعد كده نفتح البيزنس. لو مسؤوليات ماديه، عشان البيزنس مش هيجيب لك 100,000 جنيه من اول شهر انت هتفتحه، احنا هنبدا ناخد فلوس من البيزنس بعد ما هو يكبر ويقف على رجليه، غير كده احنا مش هناخد منه فلوس. لو حد عنده بيزنس لازم يبقى في حته اختلاف عن غيره، يعني لو حد عنده مشكله في البيزنس بتاعه لازم يبقى في حته اختلاف شويه عن غيره عشان يقدر يستمر ويكون في ترافيك حلو على البيزنس بتاعه. انا مبسوطه ان دي اول حاجات جت في بالك، لان في امم الاخر اول حاجات هتيجي في بالك هي دي اللي هتلاقيكي عانيتي عشان تفهميها، ما فهمتهاش بسهوله. وفي حاجة تانية ممكن تكون شخصية شوية، لو حد work from home في العموم بيلعبوا رياضة واشتغلوا من البيت عادي جدا. قفلت على نفسي 2 سنين والنتيجة ما كانتش أفضل حاجة عشان ديسك أنا خشونه في بس الركبه أنا بقوم بعمل كده دلوقتي. بقولك ديسك خشونه في الركبه، عدة الحقونا معايا كده البينفيتس بتاعت 30 سنة الحقونا. لا لا نعمل حاجات ونشتغل 12 ساعة أو 48 ساعة و24 ساعة عادي، بس نلعب رياضة، ومش هقول ننام كويس عشان ده كده.